السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، السيد رئيس الحكومة، مرحبا بكم. وخنتم اللي اخترتوا السؤال يكمل الحديث عن الفساد كيضركم. فرق السؤال هو انزياح عن الدستور ومقتضيات النظام الداخلي وضرب حق من حقوق المعارضة. نهنئ الوزراء الجدد وكتاب الدولة، لكن اسمح لي نقول لك سيد الرئيس أن أغلب التعيينات هي مجرد ترضيات، وإلا فأين هي التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والخدمات؟ لقد اخترتم السيد الرئيس هذا الموضوع حيث تعتبرون أن لديكم ما تقدمونه في هذا المجال، لكن للأسف سنقدم لكم وبالملموس وبالأرقام تأخركم في تنزيل إجراءات ذات الصلة وفشل سياستكم في هذا المجال. صحيح أن الصادرات ارتفعت ب 5.5% سنة 2024، لكن ليس لها أي وقع على معدل نمو ببلادنا، فما زلتم بعيدين عن معدل 4% الذي وعدتم بتحقيقه على مدى سنوات ولايتكم الحكومية. وهنا غادي نفتح واحد القوس السيد رئيس الحكومة، الأرقام التي قدمتموها في عرضكم فيها تناقض وكذلك فيها غياب المصداقية، لأن ما اعتمدتوش مرجع واحد اللي كان ممكن أنكم تعتمدوا 2021 وهو الرقم اللي أعطاه صاحب الجلالة عند افتتاح السنة التشريعية 2021. السيد رئيس الحكومة، أين وعودكم بتشجيع وسم صنع في المغرب بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100,000 منصب شغل، فمعدل البطالة في عهد حكومتكم بلغ 13.6، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء. السيد رئيس الحكومة، سياستكم وإجراءاتكم تناقض التزاماتكم الحكومية بدعم التجارة الخارجية وتضيع على منتوجنا الوطني وصادراتنا ومقاولتنا العديد من الفرص. وإليكم بالدليل والأرقام تعطيلكم للمؤسسات والقوانين المرتبطة بدعم الصادرات والمقاولات والنتائج الهزيلة لسياستكم في مجال دعم المنتوج الوطني والصادرات الوطنية. أولا في فئة من الأغنياء الجدد، باختصار ما الذي أنتم فاعلوه من أجل أن تجعلوا من التجارة الخارجية مستوى من المستويات التي تعزز التنمية وتموقع بلادنا في الخارج؟ شكرا. كلمة للنائبة المحترمة السيد البتول الأبلاضي لطرح السؤال باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.